السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقدم لكم تفسير الحناء في المنام. الحناء لها العديد من التأويلات والتفاسير التي يوضحها الكثير من علماء، وهي من الرؤى التي تحمل معاني محمودة ومذمومة، ولكن تأويلات الخير أكثر، ويتوقف ذلك على حسب حالة الرائي كالتفاصيل الاجتماعية والحالة المزاجية والدينية وغيرها، والتفاصيل التي يراها كلون الحناء وهيئتها. فمشاهدة الحناء في المنام تشير عادة إلى انتهاء فترات الغم والهم وتخلص الرائي والرائية من المشاكل التي تحدث في حياتهم. كما ترمز الحناء في تفسيرها إلى صلاح الدين للرائي والالتزام الديني وقبول التوبة. ورؤية إزالة الحناء في المنام من على الجسد أو من على شعر الرأس تشير عادة إلى أن الرائي حياته مهددة بالوقوع في الكثير من المشاكل والعقبات. من الممكن أن الرائي أو الرائية سوف يشهد فترة من الهم والغم. كما تشير إلى أن الرائي سوف تنقلب حياته رأسا على عقب، أي أن الرائي من الممكن أن يخسر في التجارة مالا، أو يفقد شخصا عزيزا عليه، أو يترك الوظيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. في حالة رؤية المرأة أن اليد والرجل منقوشة بالحناء في المنام بطريقة عشوائية وغير احترافية، فهذا يشير بأن الزوج شخص غير ملتزم بالحياة الزوجة وشخص ذو طباع سيء. رؤية الحناء في المنام دلالة على أن الرائي سينفرج همه ويتخلص من بعض المشكلات في حياته، وهو من الفعل للحسن في المنام. وله أيضا دلالات على انصلاح حال الرائي، وأنه سيتخلص من بعض المكائد حوله. والحناء في المنام لها دلالة على قرب الرائي من الله. أما رؤية صبغة الشعر أو اللحية دالة ذلك هدية الرائي وقربه من الله. ودلالة صبغ اللحية أيضا على أن الرائي يتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما دلت صبغة الشعر على اقتراب زواج العازب وعلى حبه لمخطوبته، وربما دلت على تبدل حياته للأفضل أو سفره لتحقيق طموحه. أما رؤية الأيدي والأرجل المنقوشة بالحناء دلالة على زواجها من شخص ثري وذو خلق. أما من رأى أن الحناء على قدميه مريضة فدلالة على شفاء واقتراب زواج العازب واقتراب الحمل للمتزوجة. أما رؤية رسم الحنة على اليد اليمنى دلالة على رؤية خير ورزق وفير وحظ سعيد لها. أما رؤية أن شخص يزيل الحناء من الجسد أو من على الشعر دلالة على وقوع الرائي في المشاكل، ودلالة أيضا على الغم ووقوع الرائي في المشاكل المحاطة به. وربما تدل رؤيته الحناء أيضا على أن ميزان الحياة تنقلب وتتغير للأسوأ بسبب أنه يفقد ماله أو فقدان أحد أقربائه. أما من يرى في منامه أن الحناء على أصابعه فذلك دلالة على المعاصي وارتكاب الرائي، وأنه يجري وراء شهوات وملذاته. أما من يرى أنه يقوم بصبغ شعره في منامه ولحيته في منامه فدلالة أن الرائي عليه دين لم يسدده، وربما ذلك دلالة أيضا على سلطانه ومكانته في منصبه. وأما رؤية الرجل
أنه يضع الحناء على شعره دلالة على توليته للحكم أو الرئاسة. أما من يرى أنه يرسم الحناء على يده ورجليه بشكل عشوائي فدلالة ذلك على اقتراب زوجها من شخص ذو خلق سيء. فرؤية الفتاة رسم أصابعها بالحناء أو أنها مغموسة بداخل الحناء دلالة على اقتراب الرأي من الله. أما إذا قامت بإزالة الحناء دلالة على أنها تقوم باتباع الشهوات وابتعادها عن الله والانجراف في الملذات. أما رؤية الفتاة أنها تصبغ شعرها فدلالة ذلك وقوع الرأي في قصة حب وأنها ترغب في الزواج من شخص تحبه. وربما ذلك رؤية الحناء في المنام على حصول الرأي على وظيفة تمناها ويدل أيضا على بر الوالدين. ورؤية المرأة المتزوجة استخدام الحناء في صبغ شعرها في منامها ذلك على أنها ترتكب المعاصي ودلالة أيضا على بعدها عن ربها وفتنتها. وربما لذلك دلالة أيضا على أن في حياة الرائي بعض الهموم والمشكلات المحيطة به وله دلالة أيضا على مشاكل في الحياة الزوجية. وإذا كانت المرأة متأخرة في حملها فيكون رؤيتها اقترابا عن حمل واستقرار عائلتها وأيضا تحظى برزق وفير. أما المرأة الحامل التي تحلم في منامها بأنها تقوم بصباغة شعر رأسها بالحناء فيشير ذلك إلى أن صحتها وصحة الجنين جيدة وبخير وأنها في أتم الاستعداد من الناحية النفسية لقدوم المولود كما ترمز الرؤيا إلى أن ولادتها ستكون يسيرة وسهلة بأمر الله تعالى. إذا أعجبكم الفيديو اعملوا شير وسبسكرايب ولايك للفيديو. جزاكم الله خيرا ومع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله.